لما نطلع شوية قدام بالزمن، علماء المسلمين بالأخص حدث ولا حرج في كل المجالات، ناس تقيلة فعلا مش مجرد كلام أو تطبيق. على سبيل المثال وليس الحصر، عندك واحد زي ابن خلدون، ده راجل مؤسس علم الاجتماع عموما يعني. عندك واحد زي ابن سينا، ده الغرب كانوا بيطلقوا عليه ابو الطب وامير الاطباء. انت متخيل احنا فرحانين عشان الانجليز بيغنوا مو صلاح مو صلاح؟ زمان كان عندنا امير الاطباء. وطبعا ابو بكر الرازي اللي الغرب قالوا عنه اعظم اطباء الانسانيه، وكان لهم مؤلف اسمه الحاوي، كان مرجع لاوروبا كلها. طبعا غير اسهاماته في علم الصيدله والعقاقير الطبيه، وغيرهم كتير جدا في مجال الطب. عندك ابن النفيس والحسن بن الهيثم، ده عم علم البصريات حرفيا. عندك واحد زي ابو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي، ده بقى كان عبارة عن مجموعة علماء في عالم واحد، يعني كان بارع في الفلسفة والكيمياء والفيزياء والرياضيات والطب والفلك والمنطق وعلم النفس. يعني كان أدبي وعلمي، يعني لو على أيامنا ده مش هيفرق معاه أي نظام الثانوية العامة. كفاية! وده كان من أوائل العلماء اللي يدخلوا في أصول الفلسفة اليونانية ويترجمها ويعرفها للعرب، وعلماء كتير جدا جدا في كافة المجالات وفي كافة العصور. عاوزين حلقات كتيرة جدا عشان الواحد يذكر أسمائهم ومجالاتهم وإنجازاتهم. ولو حابين نعمل سلسلة حلقات عن علماء العرب والمسلمين، اكتبوا لي في التعليقات. طب يا ترى ايه اللي وصلنا لكده؟ عندنا فقر وجهل وصراعات ومجاعات، وطبعا مش كل الوطن العربي فيه بلاد غنية جدا، ولكن في العموم